هو يعني بداية طبعا سلمنا عليه، وسلمنا عليه بحرارة جدا، واستقبلنا بكومنت الكل أو تعليق على كل واحد مننا كما اعتدنا منه دائما. وأول سؤال يمكن سأله الشعب عامل إيه؟ أخباره إيه؟ الأسعار بالنسبة له عاملة إيه دلوقتي؟ الناس كما كان وكأنه ما زال في الحكم، دائما قلق على شعبه وعلى أرضه وعلى وطنه وعلى بلده. ثم يعني هل سأل حضرتك على بعض الشخصيات اللي موجودة حاليا في الحكم؟ الايه؟ هل سأل حضرتك عن بعض الشخصيات اللي متواجدة في الحكم حاليا أو في الحكومة حاليا؟ على الإطلاق، يعني احنا لم نرد أن نذكر أي شخصية من الشخصيات الموجودة في الحكم الآن، لأن هم ليسوا في بؤرة اهتمامنا أصلا، ولا اهتمام الرئيس، وهو ليس معترف بهم، ونحن كذلك. وحتى الرئيس في خلال السنة الماضية كان من طبيعته ان هو ما بيتحدثش مع الأسرة فيما يخص الشأن الداخلي لمصر، وكنا بنعرف زي الناس كلها في نفس التوقيت أي حاجة بتخص الشأن الداخلي. طب بالنسبة لأجواء اللقاء، هل كان اللقاء يتميز بالخصوصية؟ هل كانت هناك حراسة على هذا اللقاء؟ يعني بعض الأحيان، يعني كانوا بيقفوا أحيانا ويتحركوا بعيد أحيانا، ولكن يعني الحمد لله احنا ليس لنا ما هو سر على أحد، يعني طيب هي زيارة عادية جدا، فكانوا بيبقوا واقفين واحنا موجودين، ما يعني مدة اللقاء كانت قد ايه تقريبا؟ يعني او نستشعر ان في اي مشكلة. مدة اللقاء كانت قد ايه تقريبا؟ مدة اللقاء كانت حوالي ساعة. طيب بالنسبة للرسائل التي وجهها، هل هناك رسائل اختص حضرتك بيها، اختص أسامة نجلو بيها؟ هو اختصنا كلنا بيها. يعني هو وصانا بان احنا نظل على العهد كما علمنا، نظل صامدين ثابتين. فيمكن كانت الرسالة اللي احنا قلناها له يعني اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، نحن نحمل يا سيادة الرئيس أكفاننا على أيدينا كما علمتنا. يعني طب هل روى لحضرتك تفاصيل احتجازه منذ 3 يوليو الماضي حتى اللحظة اللي ظهرتوا فيها أو اللحظة اللي زرتوه فيها اليوم؟ هو كان كلام عام، الوقت كان طبعا ضيق، وكان عاوز يعني يطمئن على حال فرد في الأسرة، فما تكلمناش على تفاصيل بدقة يعني. طيب بالنسبة مثلا هذه الزيارة، هل تحدث مثلا عن وقائع ما حدث في رابعة العدوية في ميدان النهضة؟ هل تطرقتم إلى أي أحاديث سياسية أم أن الموضوع لا كان لن نتطرق. نعم اتفضل. طب تحدثوا عن المحاكمة وظروف هذه المحاكمة؟ هو تحدث ان هو رأى المحامين وان هو مش معترف بهذه المحكمة الهزلية، وهي ما شغلتهوش، هو اتكلم مع المحامين على ما يخصه هو، واطمأن علينا منهم برضو ايضا، فقط. آخر رسالة منه لحضرتك وآخر رسالة لحضرتك منه كانت عبارة عن إيه؟ ما أنا يعني قلت لحضرتك، كانت في البداية وكانت في المنتصف وكانت في النهاية، كونوا صامدين على الضرب، هذا الطريق وهذا الضرب اخترناه بإرادتنا، ونحن نعلم عندما اخترناه وارتضيناه ما يمكن أن نقدمه حسبة لله عز وجل من أوقاتنا وأموالنا وأعمارنا. فيعني أكد علينا مرارا كونوا صامدين على الضرب، وهو الضرب إن شاء الله اللي بتبقى نهايته النصر، ونحن الآن في نصر والحمد لله رب العالمين.
أخيرا، هل صمود الناس هل الدكتور ووجودهم محمد في مرسي الميادين مطلع على ما يدور في مصر أو العالم الخارجي بوجه عام من خلال بعض وسائل الإعلام مثلا؟ بالنسبة له هو وسائل الإعلام محدودة جدا جدا، يعني زي إيه مثلا؟ المادة الإعلامية عنده تكاد تكون معدومة. زي إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء. يعني حضرتك ما قالش تكاد لحضرتك تكون إيه معدومة وسائل يعني. الإعلام اللي بيطلع عليها لمعرفة ما يحدث سواء في مصر أو في العالم الخارجي؟ يعني هي مجرد كانت رسم خطة لتوقعات يعني ما يجري على الساحة. خد معلومات من المحامين، رتب يعني من هذه الجمل يعني، وعمل منها رؤية واضحة، يكاد يكون فهم مكتملة، وفهم في منها ماذا يجري بالخارج وبالداخل أيضا. الزيارة كانت في الحجز الوقائي أم أنها كانت في السجن؟ ومتى، يعني إذا كانت في الحجز الوقائي، متى تحدثتم معه عن نقله إلى السجن؟ عن نقله إلى السجن؟ يعني كان في الحجز الوقائي أم كان في السجن؟ في الحجز الوقائي. طيب، يعني في مستشفى برج العرب. تمام. في مكان غرفة عادية، لأن هم ما كانوش زي بقية المعتقلين، ما كانوش عاملين حسابهم لوجود الرئيس، لأن هم اتفاجئوا بيه. يعني هو موجود في المستشفى حاليا، يعني لظروف لا، استثنائية فقط؟ هي غرفة حجز، يعني زي غرف الحجز موجودة في المستشفى، ولكن عليها باب حديد وعليها أسلاك شائكة. يعني وجوده في هذه المستشفى إجراء مؤقت أم أنه سيدوم فترة؟ والله حضرتك لا نعلم، يعني هم يقولون أنها مؤقتة إلى أن يستبدلوا المكان، ولكن هذه الشكليات لا تعنينا كثيرا ولا نهتم بها كثيرا. طيب، وحالته الصحية؟ الحمد لله، والله بفضل الله حالته كويسة جدا، الصحية والنفسية والإيمانية